في دعاء جميل جدا بيفكرنا بحاجة مهمة جدا في دنيتنا وآخرتنا. عارفين ايه هي؟ الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ده دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع كل مكانته وقربه من ربنا الخليل عليه السلام أول الأنبياء كان بيدعي إنه يثبت على الصلاة. تخيلوا، نبي وأبو الأنبياء كمان وبيطلب من ربنا يثبته. يعني إحنا أولى ندعي كده بقى كل يوم ولا إيه؟ الدعاء ده مش بس كان لنفسه، ده كمان كان لأولاده ومن ذريتي. يعني مش بس عايز أصلح نفسي، لا، كمان نفسي أشوف ولادي قريبين من ربنا. وده يعلمنا إن الصلاة مش عادة، وبرضه مش أي عبادة، دي حلقة الوصل ما بيننا وبين رب العالمين. ولو اتظبطت حياتك وحياة ولادك كمان بتتظبط. ادعي الدعاء ده وانت فعلا عايز القرب والهداية والصلاح من رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا، آمين يا رب العالمين.